بسم الله الرحمن الرحيم. واسمع إلى هذه العجيبة التي ذكرها الشعران وبها أختم. واحد من المريدين مراته حبلى اشتهت مامونية. ما هي المامونية؟ الحلوى الشرقية، بسبوسة والكنافة والجلاش والكلام ده. فما عندوش فلوس، فذهب إلى الشيخ وهو حزين. قال له مالك يا ابني؟ قال له اشتهت امرأة المامونية وما عنديش فلوس. قال انتظر. ثم تغوط الشيخ، تغوط، ثم قال له خذ هذا الأذى، شيل الأذى ده، خده واديه لزوجتك. طبعا اللي يعترض يطرد، ولازم المريد يبقى بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل. وإذا رأيت شيخك يزني فلا تقل زنى ولكن قل عيني هي الزانية. فشال القرف ده وراح لزوجته. قال بمجرد ما وصل لمراته انقلب القذر إلى ماموني. وعشان كده بقى اللي بنى مصر حلواني، انقلبت إلى مامونية.